سلام. قد ايه اللبناني بحب اللبناني وقد ايه اللبنانيين قلوبهم على بعض، هيدا كلام مش انشائي. شو بدكن بكم تغريدة فيها اساءة او بتحمل نوعا من الاساءة؟ على ارض الميدان وبارض الواقع كل اللبنانية بحبوا بعض. اليوم كنت بمنطقة حد منطقة سكانها مختلفين بتوجهاتهم السياسية عن سكان المنطقة التانية. تعرضت المنطقة التانية للضرب، سكان المنطقة الأولى صاروا يقولوا إن شاء الله ما يكون صار لهم شيء، الله يحميهم وبيوتنا مفتوحة ويجوا لعنا أحسن لهم يعني. هيدا دليل أنه رغم كل المحاولات لإثارة الاقتتالات الداخلية ولا زيادة الشرخ بالصفوف اللبنانية، الصفوف اللبنانية وحدة. تخيلوا اللبناني حتى بحب منظومته الفاسدة، إذا كان عم بتواجه العدو، إذا كانت بوجه العدو، مجرد إنها لبنانية رغم كل ما أخذوا عليها، بيبقى اللبناني اليوم عم بيقول إن شاء الله الله يحمي السياسي، إن شاء الله هيدا السياسي ما يصير له شيء، إن شاء الله ما يستهدفوا الشخصية السياسية، لأنه بحس إنها بتمسه فيها شيء من لبنانيته. تخيلوا بقى لوين. يعني كل شيء يسقط أمام حب الوطن وأمام انتمائنا لوطننا. يعني آرائنا وأحكامنا الصحيحة عليهم بتسقط إذا الإسرائيلي بده يجي يعاقبهم أو يواجههم أو يهددهم. يعني في أكتر من هيك حس وطني عالي؟ وهيدا الشيء قد ايه بيريح الأعصاب وبيريح القلوب وبيريح العقول النيرة اللي عارفة بأي مرحلة خطيرة نحن موجودين اليوم. وأمام هيك واقع ما تلتفتوا للذباب الإلكتروني ولكل التغريدات اللي بتطلع يمينا يسارا، يعني معروف مين عم بيشغلها. بالحقيقة في شيء واقع أو في واقع مختلف تماما. قدام هالواقع بيبقى في شعور بالارتياح أمام لبنان متعافى، لبنان قوي، لبنان متماسك، ولبنان بإذن الله منتصر على كل عدو. عبد الله بعلبكي.